السلام عليكم. احبتي في الله، انا دايما يعلم ربنا ان الواحد بيسعى على قدر الامكان ان هو يجيب معلومه للناس اللي موجودين داخل مصر وعايزين يجوا الكويت تكون معلومه موثوق منها. وان شاء الله في الفيديو ده ابو راشد اخونا هنا في الكويت وراجل بيحب مصر جدا، هيوضح لنا بعض الحاجات اللي احنا عايزين نعرفها، وهيبشر لنا ان شاء الله ببشره كويسه. ناس كتيره مستنياها، ناس كتيره بتسالني علاء الفيز تفتح تاني او لا او مش عارف ايه. انا ما بحبش اقول اي كلام عشان ما اعرضش نفسي لمساله قانونيه غير لما تكون الكلام ده موثوق منه. السلام عليكم يا ابو راشد. وعليكم السلام. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام. عايزين نبشر الشباب اللي في مصر ان هم حابين يجوا يشتغلوا في الكويت. السلام عليكم يا شباب، واهلا وسهلا فيكم. وبشرى سارة ان شاء الله حتكون خلال ايام او اسابيع ان شاء الله تكون الفيز فاتحه وبشروط معينه، واهلا وسهلا فيكم. صراحه اشتقنا لكم كثير. الشروط دي ان شاء الله تكون سهله ان شاء الله. طيب، عندنا في مصر في مسمى الفيزا الحره، عايزك توضح لنا يعني ايه فيزا حره؟ ما في شيء اسمه فيزا حرة مع الأسف. هذا مسمى ما أدري من وين طلع. الفيزا الحرة هذه أصلا مسمى غير سوي. يعني أنت طالع لشغل معين أو عمل معين، أنت رايح محاسب أو رايح مهندس لشركة معينة لمؤسسة معينة. ما في شيء اسمه فيزا حرة انك انت تيجي وتشتغل اي مكان. هذا طبعا مخالف للقانون. انت جاي على شركة معينة معناته تشتغل بالشركة المعينة. الحاجة الأهم بقى اللي أنا عايز أعرفها، تكلفة الفيزا لحد ما الشخص يخش مصر يخش داخل الكويت بيتكلف عليه كام؟ لا يعني مبالغ تقريبا يعني لا تتعدى 200 300 دينار يعني. بس بس أصل المناديب بتاخد من الناس فلوس في مصر، فلوس أرقام كبيرة يعني. بسمع أرقام أنا، وأكيد أنت بتسمع ومتابع السوشيال ميديا. بسمع أرقام خيالية وفلكية بصراحة. 200,000 جنيه 300,000 جنيه، إذا هني بالكويتي 3000 دينار 3500 دينار. فالمبالغ هذه خيالية بصراحة، وهذا المبلغ غير صحيح وغير معقول يعني إن شاء الله الفترة اللي جاية خلال أيام الكويت تفتح تاني المصريين إن شاء الله، وأهلا وسهلا فيهم إن شاء الله. إخواننا وحبايبنا. ربنا يخليك يا أبو راشد، وإحنا طبعا بنحبكم جدا.